يلا اقاله تشابي الونسو، يلا يا عم روح قيله تشابي الونسو يا عم. هو المشكله يا عم مشيه وهات لي واحد غيره ما يعرفكوش حاجه عن التدريب كده ونقعد نرقع بقى لحد اخر الموسم. تقريبا دي اول مره اخسر من برشلونه وما احسش ان انا متضايق. انا فرحان في اداره ريال مدريد. اداره ريال مدريد المتحكمه في تشابي الونسو، متحكمه في كل حاجه جوه النادي وفي اللعيبه اللي تبدا واللعيبه اللي ما تبداش واللعيبه اللي تكمل واللعيبه اللي بتخرج من الملعب، اللي خلتك وبرشلونه ناقصهم رافينيا ولا كام لاعب كده مهمين في الكلاسيكو اللي فات تكسب اتنين بس. هي نفس الاداره اللي بتلعب برشلونه بسكوادها كامل. انت مصاب عندك ميليتاو وهاوسن وروديجير، ده خط دفاعك. خط دفاعك اللي بيخلي ليفا اللي عنده حاجه و40 سنه يروح يخترق ما بين قلبين الدفاع عشان انت مرجع تشاوميني نص ملعب وبرضه بيرجع يغطي على راؤول اسينسيو اللي عيل صغير. ادارتك تطلع تقول لك انت ما عندكش مشكله ومش بنجيب حاجه في الشتاء ومش ناقصين حاجه وتمام وكمل زي ما انت. مبابي بيلعب وهو مصاب وكان واضح جدا لما نزل والكلام ده، صوت اتنبح منه قبل الماتش وانا بقول. ورودريجو برضه كان بيلعب وهو مصاب. وفالفيردي اتصف في الملعب نزل مكانه ألابا. قلابه اللي مشطب كوره ومقرب يعتزل داخل على ال 35 ولا 40 سنه. عارف المشكله في ايه؟ والله المشكله ان الراجل ده اللي بيشيلها.